دول افضل 5 العاب تلعبهم في رمضان هينسوك الجوع والعطش. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ معاكم عمر نور. كل سنه وانتم طيبين. ده اول فيديو نصوره في رمضان. إيه رمضان والله جري، احنا دلوقتي 3 ولا 4 رمضان، فيعني رمضان جري يا ولاد. انا عارف انا متاخر معاكم، بس والله عشان بحضر لحاجات انا شخصيا مش عارفه ايه، بس انا يعني قاعد بحضر لها، فان شاء الله لما هي تيجي وانا اعرف اطلع اقدمها لكم ويبقى عندنا محتوى. ما تشغلش بالك. طبعا انا عارف ان كلنا في رمضان بنبقى عايزين حاجه تاكل اليوم، مش لوحدك يعني. انا عارف انت بتقلب على تيك توك، واحد تاني بيقلب على الفيسبوك، واحد تالت بيقلب على اليوتيوب، فاهم؟ اتفرج عليا انا، لو بتقلب على اليوتيوب اتفرج عليا انا اول من الغريب. طبعا كلنا بنبقى عايزين حاجه كده تسلينا، زق اليوم كده لغايه ما المدفع يدن وكلنا نفطر. اسهل حاجه تضيع لك وقت طبعا زي ما كلنا عارفين الالعاب. النهارده هنديكم 5 العاب مجانيه، وخلي بالك من كلمه مجانيه، نقدر كلنا نلعبهم، منهم لعبتين للموبايل و3 العاب للكمبيوتر، علشان اخترنا اللي عنده موبايل يلعب واللي عنده كمبيوتر يلعب، مش هنطلع حد زعلان. بنفكرك ان احنا قطعنا مشوار كبير جدا ووصلنا 85,000 مشترك على يوتيوب. لو جبتهم في الشقه عندنا هنا يعملوا عزوه. انت متصور 85,000 واحد لو جبتهم قعدوهم هنا عايزين مشاهده، يبقى احنا رقم كبير جدا يعني. فما تنساش تعمل لايك وتشترك معانا في القناه عشان نوصل 100,000 مشترك. الحلم بيقرب، الحلم بيقرب، عايزين مشاهد، قربنا نوصل 100,000 يعني. اعمل اشتراك كده وقربنا نوصل والله. المهم، اول لعبه طبعا غنيه عن التعريف، لعبه بابجي موبايل. ليه حطيتها في الاول رغم ان كلنا عارفينها؟ بفكرك بيها عزيزي المشاهد. ناس كتير جدا افتكرت ان اللعبه دي ماتت. عزيزي المشاهد اللعبه شغاله والسيرفرات بتاعتها شغاله ولسه في ناس بتلعبها، وانا شخصيا بفكر احملها تاني يعني. في ناس كتير جدا بتلعبها، وانا لما سالت صحابي طبعا عشان يعني ما اقولكش اي معلومات في الفيديو خلاص، اقول لي ان ناس كتير جدا 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 تقريبا 3/4 صحابي لسه بيلعبوها، بالذات في رمضان الربع الباقي رجع يلعبها. فانت ممكن تلعبها. طبعا مش هقعد بقى اشرح اللعبه واقول لك ان هي لعبه باتل رويال وانت بتنزل بقى 100 واحد ومش عارف ايه والحاجات دي كلها، اكيد انتوا عارفينها. انا بس حابب اقول لك شويه ملحوظات تغييرات لو انت ما لعبتش لعبه بقالك فتره يعني. اللعبه البوتات فيها اتطورت كتير جدا يعني. زي مش بتحرف مني يعني. انت شفت لما كنت بنزل اموت هناك، هي البوتات دلوقتي بتحرف مني، فدي فيها نوعا ما متعه. الاول كنت بتقابل البوتات دي تقريبا رقم في الكل كده بتقتله، دلوقتي لا، البوتات دي ممكن تقتلك وممكن تدمجك جامد جدا وبتلعب معاك وكده يعني. اول تعديل. تاني تعديل حطوا خرائط جديده. تالت تعديل فيه تحديثات جديده، مودات بقى زي الدبابات والمدرعات والطيارات. هتستمتع عزيزي المشاهد. اللعبه دي ممكن تلعبها على الموبايل، اسمها هي اصلا بابجي موبايل، وممكن تلعبها على الكمبيوتر عن طريق محاكي. لو انت ما تعرفش بتنزل بقى محاكي، سواء جيب نوب سواء ال دي بلاير، اي محاكي في الدنيا، وبتلعبها عادي جدا 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 على الكمبيوتر، والاثنين بيخشوا مع بعض عادي، ما تقلقش عزيزي المشاهد. دي اللعبه الاولى. اللعبه الثانيه كروس فاير. كروس فاير دي واحده من الالعاب اللي انا كنت يعني عاشقها في الضلمه يعني. اللعبه دي بلعبها من 2012 يعني. دلوقتي انت بتتكلم مثلا في حوالي 2012 يعني حوالي مثلا 12 سنه 13 سنه بلعب اللعبه دي يعني، فاهم؟ اللعبه دي حرفيا من احلى الالعاب اللي انا لعبتها في حياتي. خدت كل طفولتي بشبابي يعني، خدت كل حاجه مني، واخد بالك؟ اللعبه دي عباره عن لعبه شوتر زي كونتر سترايك كده لو انت لعبتها قبل كده، او سيس جو، بيسموها سيس جو كده لو انت لعبتها. برضه بتنزل كده في شويه مبات، بتبقى انت منظور الشخص الثالث. طبعا هتلاقيني حاطط لك شويه فيديوهات كده وانا بتكلم بتظهر لك يعني عشان تبقى عارف اللعبه. طبعا اللعبه دي ممتعه جدا ومليانه مبات بقى وتحديثات واسلحه، وانت بقى طبعا في اي بي ولازم تشحنه وبتدفع فلوس ومش عارف ايه، وتطور في نفسك وبتاخد رتب وبتلعب. هي جميله وفيها بقى مبات زومبي، تخش بقى تقتل في الزومبي هي مبات ممتعه جدا جدا جدا. واللعبه دي برضو من الحاجات اللي بتسحب الوقت بطريقه رهيبه. ممكن تلعب جيم كده يفضل معاك نص ساعه، فانت جيم في الثاني في الثالث تسحب معاك مثلا ساعتين 3، تحس ان انت قمت على الفطار، فاهم؟ انا ممكن اقوم على السحور، فاهم؟ فايه انت بقى خلي بالك كده واظبط الوقت، تقوم على الفطار على طول، واخد بالك؟ هي اسوأ حاجه فيها ان انت تبقى بتلعب جيم وتلاقيهم بينادوا عليك، فاهم؟ اللي هو ايه، قول يا المغرب ادن، طب ثواني خلص الجيم، ثواني خلص. دي كانت مشكله بتحصل معايا. فانت ابقى اظبط وقتك ان انت ايه، ما تقرفهمش معاك في البيت، خلص الجيم وروح كل وايه وبقى تعالى تاني عادي، مش هيحصل حاجه يعني. ونصيحه طبعا نسيت اقولها لك في المره الاولى، لو بتلعب ببجي موبايل في رمضان اقفل الميكروفون عشان ما تفطرش ونبوظ كل اللي احنا بنعمله. تلاقي واحد نايم كده في الزرع قتلك، تفضل تشتم وتشتم اللي جابوه وتشتم، هتفطر. فصدقني اقفل المايك يعني، اكسب ثواب واقفل المايك احسن. ثالث لعبه ليج اوف ليجندز. اللعبه دي حرفيا لعبه من اكتر الالعاب المنتشره عالميا، بالذات في مصر هنا ليها رواج كبير جدا. اللعبه دي طبعا عباره عن ان انت بتختار ابطال، هي فيها ابطال كتير بقى، فيها ابطال بنات وابطال ولاد وابطال، هتلاقي فيها ابطال كتير. وطبعا انا مش هشرحهم لك بطل، انت بقى خش ابحث بقى على الانترنت او انت جربها واستمتع كده واحده في واحده، الغموض ان انت بتكتشف الابطال. وانا دايما كده ما بحبش حد يحرق لي حاجه، بحب العب اول لعبه كده مثلا اول مره، احب انا اللي اكتشف فيها واتعلم كده، فاهم؟ الا العاب الرعب ما بحبش اتفاجئ، بخاف جدا من العاب الرعب يعني. المهم اللعبه دي بتبقى ابطال، كل بطل ليه قدرات خاصه بقى، وبتنزل طبعا. هي اللعبه دي بتلعب اونلاين بس، بتلعب بقى انت مع ناس، تنزل بقى انت وفريق مثلا انت وثلاثه ضد مثلا 4 تانيين، اللي يدمر قلعه التاني الاول. طبعا بقى هم بيكون عندهم مدافع، دي بتدافع عن الارض، وبيكون عندهم هم طبعا بيدافعوا عن نفسهم وبيحاولوا يقتلوك انت الاول، وبيحاولوا يكسروا في المدافع دي، بعد كده بيوصلوا للبيت بتاعك، واللي بيموت البيت بتاع التاني الاول هو اللي بيكسب. لعبه ممتعه جدا جدا جدا، وفي ناس بتعشقها وفي ناس بتدمن اللعبه دي. فانا لعبه انصحك بيها جدا عامه يعني، لعبه جامده جدا جدا جدا، وبرده بتاكل الوقت. ممكن تخش الجيم تقعد في ربع ساعه نص ساعه انت وحظك بقى. فهي من الالعاب برده اللي كويسه جدا. لعبه بابجي موبايل بتلعب على الموبايل والكمبيوتر. لعبه كروس فاير بتتلعب على الكمبيوتر بس لغايه دلوقتي، اي نسخه هتلاقيها على الموبايل هي مش حقيقيه. اما لعبه ليج اوف ليجندز فهي بتتلعب على الاثنين، بس انا انصحك طبعا ان انت تلعبها على الكمبيوتر، هتبقى افضل لو انت عندك كمبيوتر يعني. 4 دي لعبه للموبايل اسمها درايفنج سكول 2017، واللعبه دي عباره عن تعليم السواقه.
انت اللعبه دي ممتعه جدا جدا جدا، بتحملها على موبايلك وبتقدر تتسلى بيها بقى وانت قاعد بتعمل مش عارف ايه. اللعبه دي محاكي للواقع. اللعبه دي مثلا ممكن تخلي العربيه اوتوماتيك، ممكن تخليها مانوال، والعربيه دي حرفيا محاكي سواقه للواقع بجد. يعني لو انت خليتها مثلا مانوال بتشيل حته من الدبرياج وتدوس حته بنزين وبتاع، وبيطلب منك تركنها والاشارات ومش عارف ايه. لعبه ممتعه جدا جدا جدا، وانا انصحك تلعبها لو انت معاك موبايل وزهقان كده قاعد عايز تتسلى بتاع. اللعبه دي كويسه جدا، كويسه جدا 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 عن تجربه يعني. 5 لعبه روبلوكس، ودي منصه العاب مش لعبه واحده. انت بقى لو سمعت عنها لو لعبتها فاكيد فاهم انا بقول لك ايه. اللعبه دي انا بحب افكرك بيها جدا، ولازم تلعبها في رمضان لان هي هتنسيك وهتضيع اليوم كله. بتخش بقى في مبات كتير بقى، عايز باركور بتلاقي، عايز مثلا مبات سباقات بتلاقي، عايز الغاز بتلاقي، عايز كل اي حاجه، عايز العاب رعب جوه هتلاقي، وفي العاب كل العاب هتلاقي جوه. انت بتختار بقى اللعبه اللي انت بتعجبها، وممكن تبحث على الانترنت. وانا كنت عامل على فكره فيديوهات باحسن 5 مبات تقدر تلعبهم، ممكن برضو اسيبهم لك دلوقتي يظهروا لك، برضو ممكن تخش وتجربهم. وعن تجربه شخصيه تقدر تجرب ماب مان قاتل ماردر مايستر 2، وممكن تجرب ماب محاكي الشرطه. وعندك مابات كتير جدا بقى ممكن تلعبها، زي برضو مات سيتي لو انت عايز ماب حياه واقعيه. فعندك شويه حاجات كده تقدر تجربهم وهتتبسط جدا يعني. اللعبتين الجايين دول بقى لو انت شخص معاك فلوس، او يعني نوعا ما بتعرف تشحن بالفيزا وبتعرف تشتري العاب من على ستيم او ايبك جيمز او الحاجات دي كلها. اول حاجه ريد ديد ريديمشن 2، اللعبه دي رهيبه جدا جدا جدا. خش هتلاقيها جيم بلاي على اي فيديو تاني، نفع اليوتيوبرز برده مساكين يعني، هتلاقيهم اي جيم بلاي. اللعبه دي حرفيا جامده جدا جدا جدا. عباره عن بقى ان انت بتنزل ولعبه فيها احصنه ومش عارف وحياه واقعيه وفيها احصنه نادره ومش عارف ايه. هي مش لعبه عن احصنه، لا هي لعبه حروب ومهمات وبتاع. هي لعبه ممتعه جدا جدا جدا، انا ارشحها لك وروح ابحث عنها على الانترنت. اللعبه دي تقريبا انا اخر حاجه فكده كان سعرها $20. $20 دي انت بتتكلم عن $10 ب 500 يعني حوالي 1000 جنيه. اللعبه الثانيه جي تي اي في النسخه البريميوم اديشن، طبعا دي بتنزل من ايبك جيمز او ستيم. والنسخه دي على فكره اطلقوها مره واحده بس مجانيه، وانا واحد من الناس كنت محظوظ واشتريتها. وقعدت اعمل لكم فيديو على فكره ان الناس تشتريها بسرعه، وفي ناس لحقت وفي ناس ما لحقتش. لذلك بقول لك اعمل اشتراك في القناه عشان اي لعبه بتنزل مجانيه بروح قال لك اللي يشتريها على طول. الناس اللي اشتريتها في نعيم. اللعبه دي تقريبا برده بتعمل حوالي $15، حوالي 750 جنيه مصري. تقدر تشتريها برده من على ايبك جيمز. لعبه ممتعه جدا طبعا، غنيه عن التعريف. جي تي اي في طبعا مش محتاج ان انا اكلمك عنها يعني. فيها دلوقتي بقى تقدر تلعبها اونلاين، تخش بقى مع اصحابك تعمل مبات السباقات، مبات الحروب اللي هي دي ضرب نار وبتاع. لعبه ممتعه جدا 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 يعني. وبس كده، ده الفيديو بتاع النهارده. ما تنساش تعمل لايك وتدعمني بقى، تشير الفيديو مع اصحابك، تشير الفيديو مع قرايبك يعني لازم مشارك كده ايه، عايزك تروق عليا كده وبس. ان شاء الله نوصل 100000 مشترك ونعمل احتفاليه. الناس اللي بتكلمني عن صلح السوق جيمنج وبومبو، انا مش ناسي الموضوع. انا عملت استطلاع راي على القناه وقلت لو الاستطلاع ده كسب ان احنا نكمل في الموضوع، الفيديو هينزل على طول. لو الاستطلاع ده ما كملش هعرف ان انتوا كده مش حابين الموضوع وخلاص. انا كده كده عامه بعمل محتوى جديد، مقالب وتجارب اجتماعيه في الشارع، هيعجبكم جدا. اشوفكم الفيديو اللي جاي، سلام.